ممكن وزير العريس يقول له انت بتاع راحتك ما بيبقى على هذا الاساس. انا كان قلت يعني نفكر في كلام زي ده، نجمع نعمل مؤتمر، والمؤتمر يعمل تغيير في رئاسة الحزب. في ناس بيقولوا لي يعني طيب لكن انت تسوي شنو؟ انا اسوي شنو؟ في ناس قايلين لي انا قاعد ساكت، انا ما قاعد ساكت، انا عندي عشرات المسؤوليات، مش ضروري يكون في سياسة، انا عندي عشرات المسؤوليات في منظمات دولية، وعندي مهام كثيرة جدا جدا بقدر اشتغل فيها، ولذلك ابدا ما ضروري ما اكون رئيس دولة ولا ضروري اكون عندي مسؤولية في الحكومة اصلا. عندي مهام كثيرة. صحيح في ناس كثير يقول لك والله انك كبرت، ولانك كبرت يعني تتنازل. انا بقول لهم في الحته دي حاجه غريبه، المفروض انتم لانه انا هسه نسيبين من العمل السياسي ده كله شبه مش سعاده، المفروض تقولوا لجو زي ده يا اخي كتر خيرك انت مع سنك دي ومع انك عندك خيارات ثانيه جاي تساعد في عملنا الوطني ده، بدل ما يقولوا دي ناس يقولوا لك كبرت. وبعدين بعضهم يقولوا اولادك وبناتك، اولادي وبناتي دخلوا معانا في العمل ده باختيارهم. اصلا انا واحد فيهم ولا واحده قلت لك تعالى اشتغل معانا ما في، باختيارهم كانوا مواطنين. وكمان اي منصب اخذوه باختيار الناس، اصلا ما بتعيين مني. ولكن الزول برضه يسال السؤال ده، اولاد دين بنات دين كان حقه دلوقتي يفكر فعلا انهم يشوف لهم حياه ثانيه، حياه فيها راحه اكثر، لانه اللي احنا فيه ده هسه ما هم غرب، هم ما جايين من الوقت فيهم دلوقتي النعمه والراحه والمناصب، جايين في وقت فيهم المساءله والمحاسبه والملاحقه والسجون، جايين في الوقت ده، مش جايين في وقت الغرب، جايين في وقت الغرب. وبعدين عندهم خيارات اخرى كثير جدا جدا من ابناء السياسيين الشغالين في العمل بيقولوا او الزاهد بيسموها حناكيش يعني اولاد الزوات، يعني ما هاميهم يضربوا وقتهم في الموضة وفي الحاجات الايه والحاجات الجديدة والحاجات الجديدة، معلومة للصعوبات، معلومة للتضحيات، كتير جدا منهم كده. عشان كده كان حق الناس اليوم كتر خيركم جيتوا تشيروا معانا الشيرة دي، جيتوا تعملوا معانا العمل ده، يقولوا لهم كده لانه كان عندهم خيارات ثانية. وبعدين انا لا اولادي لا اي انسان معي جاي لاي سلطة ولا مسؤولية بتعيين مني، كل الناس الجايين دي الجايين بتعيين من اهلهم بانتخاب من اهلهم كلهم. يوم ذاك في البرنامج واحد ساهمني قال لي انت فلان ايه اولادك انت عينتهم او اخترت لهم دوائر، قلت لهم الحقيقه انا واحد من دين ولا واحده من دين، قلت له تعال ترشح في الحكومات ولا حتى استشاري، لانه انا معتبرهم مواطنين مسؤولين. اذا جوناس قال لزيد ولا غير منهم وقالوا له دايرين نرشح وهو قبل وبقى في تأييد من الناس، انا دخلي شنو؟ انا عندي لجنه مفوضه عشان تشوف الترشيحات، فبقولوا كيف انا ما اعرف كده؟ يعني دي مصيبه انا ما اعرف كده، ليه مصيبه فيها؟ طبعا بيقولوا كده لانهم هم احزاب عندهم مك كان الزول ده يحط راسه يقول له يا فلان نحط راسين واحد، لا عندهم تفويض للمسؤوليه ولا عندهم مشاركه ولا عندهم راي اخر. عشان كده عندهم حاله ما في انسان يعمل اي شيء الا بالاذن. انا ما عندي كده، انا بتصرف تربويا مع ابنائي وبناتي واعضاء حزب الامه بصوره ناس راشدين مسؤولين، اذا كان الواحد فيهم مؤهل والناس عايزينه يمشي لقدام ما عايز يشتغل في السياسه يبعد منا عليه كيفه، ما في واحد ولا واحده يقول له يا فلان تعال اشتغل كده، وده تربويا صح لانه المحرش ما بكاكل، المحرش ما
محتاج. انا لو مشيت اولادي وبناتي بالصفه دي بيبقوا ناس معتمدين علينا، وانا ما عايز معتمد عليهم، عايز معتمد على همتهم. ده بخليهم ناس اسوياء وبخليهم محترمين عند الناس. بعدين بالطريقه دي الناس بيحترموه كمان لاسمهم. لكن لو اعتمدوا على غيره وجربوا تعيين منه ده بيقلل من قيمته. لأن الإنسان قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان فيه أو أقل، بالطريقة الصحيحة. على كل حال بالنسبة للعمل ده نحن هسه ماشيين في مهام ضرورية جدا، دايرين نرجع السودان من الناس اللي خطفوه. طبعا ده نرجعه كيف؟ نرجعه بوسائل شرعية، بوسائل شرعية. وعشان كده بنعتقد أن عملنا سيجد تأييد من الله سبحانه وتعالى، لأنه فيه الإيمانية تنطق اسم الإسلام، وفيه الوطنية لأنه فيه إنجاز السودان. مش الإنجاز بتاعه ده إنجاز كاذب، إنجاز صادق. ده إنجاز صادق. عشان كده نحن نعمل على هذه الأهداف. المسألة المهمة إنه وإحنا في الموقف ده دايرين كل واحد وواحدة يفكر بينه كثير جدا، لأنه أمامكم مسؤولية، هي مسؤولية اختيار الرجال والنساء اللي ممكن يقوموا بالعمل ده. من أهلنا في الماطوري، من أهلنا في المعتوق، من أهلنا في الجاموسي، من أهلنا في كل المنازل. لابد يقوموا بالمهام دي بمسؤولية كبيرة، وما يبقى الحماسة بس في ظروف المقابلات زي دي، لا، لابد أن يبقى الحماسة في الانتخاب. وده مؤكد انتم ما بوصلكم، انتم ما بوصلكم لأنه معروف. احنا طبعا زي ما انتم عارفين مرشحنا للولاية هو حبيبنا سمح الله الشريف. طبعا بنعمل ان نديكم معاه موقف قوي وموقف صامت ان شاء الله ربنا يوفق. بعدين بالنسبة للدوائر مهمة في المناقل، اخونا ابو الكرام عبد الرحمن ابو الكرام من العطوري، في العزازي اخونا محمد جبال مصطفى، وفي الهدى اخونا لازم محمد ابراهيم، وفي المناقل اخونا الطيار امين عبد الغني، وفي الكريمة اخونا عبد الدين الطائف، في الجاموسي اخونا علي عبد الله تمر. طبعا من ديل في جماعة مخضرمين عندهم دور الماضي ودور الحاضر، وفي ناس دي، ولكن كلهم ناس صمدوا في الشدة، واجهوا في الشدة زيكم معاكم. وعشان كده هم افضل من يمثل. لا معقول يمثل الناس اللي قاموا بالناس هم. لابد تختاروا الناس اللي ممكن ينحازوا لكم ولمصالحكم ويحققوا إعادة تعمير الزراعة والصناعة، ويسترد للإسلام كرامته وللمواطن كرامته ودوره الإقليمي والعالمي، ويستطيعوا إن شاء الله أن يتعاونوا معنا في هذا العمل. وبعدين هذه الانتخابات إذا ربنا أراد أجريت وكانت نزيهة، ما في شك السودانيين حيقولوا للناس اللي اتخذوهم دول وعاشوا معاهم بالصورة دي، ما في شك حيقدروا يلقوا فرصتهم. كان في بعض الإخوة قالوا دارين يخشوا عندكم هنا،
الموقف كان موقف ممتاز جدا، وانا دائما بتمثل فيه هنا بالآية: ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. العارض ممطركم ربنا خير. ونحن نأمل أن الناس اللي تجيبوا معاهم هم الناس اللي إن شاء الله يحرسوا مواقع الحق، مشاريع الحق، ويردوا بمهجور الإسلام مكانته وكرامته لأمم السودان، مكانته وكرامته للمجتمع السوداني، ما ينبغي عمله من تحقيق المصالح دي. نحن على أي حال نسوي علينا والباقي من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا كلنا على موقف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.